السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على المغرب والسنغال في النهائي ديال الكاف كاس افريقيا من المباراة. في الوقت بدل الضائع للمباراة الحكم عطى ضربة جزاء لصالح المغرب بعد تدخل الفار، وهذه كانت اللحظة اللي خلات لاعبين السنغال يخرجوا من الميدان احتجاجا على القرار، واللعبة توقفت لمدة طويلة قبل ما يرجعوا ويكملوا اللعب. شنو وقع بالضبط؟ الحكم قرر احتساب ركلة جزاء لفائدة المغرب بعدما الفار أكد على خطأ ضد إبراهيم دياز داخل المنطقة. السنغال اعتبرت القرار غير عادل وانسحبوا من أرض الميدان احتجاجا، وهذه الحركة كانت مثيرة للجدل بزاف. بعد مدة حوالي 14 أو 17 دقيقة، اللاعب السنغالي ساديو ماني أقنع الفريق يرجع يكمل اللعب. المغرب خطأت ركلة ودياز ضيعها بطريقة بانيك، وقدر الحارس السنغالي يمسكها بسهولة. في الشوط الإضافي بابي جاي سجل هدف الفوز للسنغال 1-0. عقوبات ممكن بعد الواقعة. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف كيبحث فرض عقوبة على السنغال بسبب الانسحاب المفاجئ من المباراة، ممكن تشمل غرامات مالية، عقوبات على المدرب أو حتى توقفات حسب اللوائح. أما بخصوص السحور أو ذاك الفوطة اللي كيهضروا عليها الناس في النت، ما كاين حتى تقرير رسمي موثوق من الأخبار العالمية كيأكد أن الفوطة كانت مرتبطة مباشرة بأحداث المباراة أو كان فيها أي تأثير على نتيجة نهائي كأس إفريقيا. يعني هذا الشيء اللي كيتداول غير مجرد تكهنات ومميز في السوشيال ميديا، ما فيش إثبات رسمي. أتمنى هذا الفيديو أو التصريح يعجبكم، ما تنسوش ديروا واحد لايك واشتراك وتفعلوا الجرس، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.